بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. النهاردة إن شاء الله نتكلم في بعض المواضيع اللي تخص الكرة المصرية. أهم موضوع على الساحة النهاردة من أخبار نادي الزمالك أخبار أحمد فتوح. الخبر المتصدر الإعلام الرياضي النهاردة خبر عن أحمد فتوح وعن محاكمة أحمد فتوح. فالخبر بيقول إيه؟ قضت محكمة جنايات مطروح بحبس أحمد فتوح لاعب نادي الزمالك لمدة سنة مع إيقاف التنفيذ لمدة 3 سنوات بتهمة القتل الخطأ والقيادة تحت تأثير مواد مخدرة وتغريم اللاعب 20,000 جنيه وإلغاء رخصة قيادته. ده منطوق الحكم، إن حبس سنة مع إيقاف التنفيذ وتغريم اللاعب 20,000 جنيه وإلغاء رخصة القيادة. طيب يعني إيه تغريم اللاعب، أو يعني إيه إيقاف التنفيذ لمدة 3 سنوات؟ فالعلماء أو خبراء في الأحكام والمحاكم بيقولوا إيقاف التنفيذ لمدة 3 سنوات يعني أنه في حالة ارتكاب فتوح لقضية مشابهة خلال تلك الفترة 3 سنوات يتم تنفيذ الحكم الموقف تنفيذه. يعني قدامه 3 سنوات، الله لا يقدر لو حصل فيها أي قضية مشابهة لكده الحكم بيتنفذ عليه بأثر راجع. فإن شاء الله ده يكون درس قاسي لفتوح عشان يلتزم ويعرف ان هو في نعمة غيره بيحسدوا عليها. ده في نادي الزمالك من اكبر الاندية في مصر وافريقيا، فلازم كل خطواته تبقى مدروسة ويحسبها كويس قبل ما يقدم عليها. مفيش حاجة اسمها مواد مخدرة، مفيش حاجة اسمها حشيش، كلام الفاضي ده مش دلوقتي. امال لما تكبر هتعمل ايه؟ وبعدين ده مش كلامي، ده كلام المحكمة. تهمة القتل الخطأ والقيادة تحت تأثير مواد مخدرة، يعني المحكمة أثبتت إن هو كان متعاطي مواد مخدرة، وده سنه كام؟ ده لسه في العشرينات. ما لما يكبر هيعمل إيه؟ فالكلام ده ما يصحش. أنت في مكانة ملايين بيحسدوك عليها، حافظ عليها، حافظ عليها وحافظ على نفسك. اللعيب في الملاعب عمره كام في الملاعب؟ 10 سنين، 15 سنة بالكتير، وبعد كده يا إما يتنسي يا إما يبقى مشهور. فالمفترض، مش عايز أطول أكتر من كده، المفترض يحافظ على نفسه ويحترم النعمة اللي هو فيها ويخاف ربنا. لا مواد مخدرة ولا المشي البطال اللي الناس كتير يعني بعض الناس إلا ما رحم ربي من المشاهير يشربوا خمرة يعملوا مش عارف ايه. فالحاجات دي زي يعني بجانب انها حرام، وده حاجة كبيرة عند ربنا، انها بتوقف نموك في الملاعب، بتعطلك. ربنا يهدينا جميعا، وربنا يهديك يا فتوح ويصلح حالك، وتكون دي اخر الاحزان ودرس قاسي تستفاد منه وتتعلم منه. طيب نتكلم ان شاء الله بعد ما نصلي على سيدنا محمد على موضوع تاني في الزمالك برضو. فبرضو ان شاء الله هنتكلم عن حالة، او ممكن يعني نصيحة لشيكابالا. كابتن شيكابالا يعني بنصحه بالاعتزال. طبعا كل واحد حر في قراره، لكن النصيحة لما بتكون لله
بتبقى مفيدة وخالصة. في ناس تقول له يعني اقعد وانت ادي سنة وسنتين كمان. فانا هديك مثال بسيط يا كابتن شيكابالا يخليك تفكر بجد في الاعتزال. هو اولا كان شيكابالا بينتوي حسب المعلومات اللي عندي، كان ينتوي الاعتزال بعد تسديدة ركلة الجزاء في مباراة السوبر المصري اللي كانت بين الاهلي والزمالك في الامارات. كان بعد الماتش ده، بعد ما يجيب الجون وياخد اللقطة ويكون هو آخر واحد سدد وفاز الزمالك بكأس السوبر، كان ينتوي حسب المعلومات اللي عندنا إنه يعتزل. لكن إيه اللي حصل؟ اللي حصل إن لا تأتي لا تأتي الريح بما تشتهي السفن. يعني مش كل اللي انت بتفكر فيه وبتخطط له بيحصل، لأن كل شيء مكتوب عند ربنا. فاللي حصل إن ضربة الجزاء ما جاتش وإن الزمالك خسر وقدر الله ما شاء فعل. دي مش موضوعنا. موضوعنا إن شيكابالا كان ناوي. طب لما أنت ناوي أكيد كنت ناوي ومقرر عن دراسة واستشارة أصدقاء مقربين. أكيد في ناس قريبة منك وبتحبك وقالت لك اعتزل، فأنت انتهزت فرصة إن أنت هتسدد الركلة دي السادسة تقريبا وتعلن عن اعتزالك بعدها وتبقى حاجة كويسة أوي، تعتزل وأنت معاك الكاس. لكن ما حصلش. طب رجعت في كلامك ليه؟ غيرت رأيك ليه؟ فأنا هقول لك مثال يخليك تحسم أمرك في موضوع الاعتزال. وأنا ماليش مصلحة تعتزل ما تعتزلش، ماليش مصلحة، لكن يعني النصيحة واجبة. النصيحة واجبة. طيب ايه النصيحة بقى؟ ان يا كابتن محمود عبد الرازق شيكابالا خد عبرة من الكابتن حازم امام الكبير. الكابتن حازم امام اللي هو ابوه الكابتن حمادة امام، اللي هو جده الكابتن محمد يحيى الحرية امام. يعني ابا عن جد الكرة في دمهم، من اعمدة نادي الزمالك. يعني مفيش شهرة اكتر من كده بقى، مفيش حب جماهير اكتر من كده. ولكن الجمهور ما عندوش الكلام ده. الجمهور عنده الملعب هو الحكم، هو الفيصل. انت كويس في الملعب الجمهور هيشيلك على راسه. انت مقصر في الملعب الجمهور هينسى الماضي. الجمهور ليه الحاضر والمستقبل. فالكابتن حازم امام جه في وقت من الاوقات كانت الجماهير بتهتف ضده وبتطالبه بالاعتزال. حتى هو طلع واتكلم قال لك يعني تاريخي ده كله واللي انا عملته ما يعني ما كنتش استحق ان الجماهير تهتف ضدي بالشكل ده، وفي الاخر اعتزل. فما توصلش لدرجة تخلي الجمهور يهتف لك ويطالبك او يهتف ضدك يعني ويطالبك بالاعتزال. فانت دلوقتي كابتن كبير وايقونة في نادي الزمالك، اعتزل وانت في القمة دلوقتي. مش شرط تنتظر او تستنى بطولة، الله اعلم البطولات هتيجي امتى. فعشان ما نطولش وعشان ما حدش يزعل، دي نصيحة لله وارجو ان ما حدش يزعل مني. دي نصيحة للكابتن شيكابالا. طيب نتنقل لموضوع تاني بس من عند النادي الاهلي المرة دي. ننتقل لاخبار النادي الاهلي ونتكلم عن نجم من نجوم النادي الأهلي اللي هو المدرب مارسيل كولر. في وسائل الإعلام المرئية والمكتوبة كل فترة بتطلع خبر، ممكن يكون خبر وممكن يكون إشاعة. الأخبار دي أو الإشاعات دي بتقول إيه؟ ما معناه يعني إن كولر بيجيله عروض من السعودية وبيجيله عروض من الخليج. شيء طبيعي، ما أي واحد ناجح لازم يجيله عروض.
وان كولر بيفكر يسيبها، وان الراتب مغري، والكلام اللي ايه الحلو اللي احنا متعودين نقوله ده. يعني راتبه مثلا 4 اضعاف 5 اضعاف في اللي بياخده في الاهلي، فبيدرس هو وكيله الكلام ده. ممكن الكلام ده يبقى اشاعة، ممكن الكلام ده يبقى حقيقي، لكن في مثل بيقول قطعت جهيزة قول كل خطيب. امبارح طلع وكيل اعمال كولر في بعض البرامج المرئية في التلفزيون، وأكد أن كولر لا يفكر في ترك النادي الأهلي، وإن العروض اللي بتجيله دي إما عروض وهمية وإما عروض حقيقية، لكن هو بيرفض من حيث المبدأ إنه يناقش أي عروض. ليه؟ لأنه هو مستريح نفسيا في النادي الأهلي. والراجل يعني ما قال، يعني لم يستحي، ما اتكسفش انه يقول هو ليه مرتاح في النادي الاهلي، وليه بيرفض الاغراءات الماديه الكبيره اللي هي الراتب بتاعه يوصل 4 اضعاف و5 اضعاف اللي بياخده في النادي الاهلي. بيقول لك لا، ليه كولر بيرفض الرحيل عن النادي الاهلي؟ فالراجل هو نفسه قال، واحنا عارفين. بيقول لك تاريخ الراجل ده كله 4 بطولات. يعني كولر من ساعة ما بدأ التدريب، اعتقد في التسعينات، يعني في بداية التسعينات لغاية الآن، تاريخه كله 4 بطولات محلية في الدوري السويسري والدوري الألماني. والحاجة اللي هي يعني واو اللي نطقته شويتين، إن مسك منتخب النمسا 10 فترة، مسك منتخب النمسا فترة ووصل بيهم للمركز العاشر على المستوى العالمي. جعل منتخب النمسا في المركز العاشر على مستوى المنتخبات العالمية. ده كل تاريخه قبل ما يجي النادي الأهلي. طب ايه اللي حصل له بقى لما جه النادي الأهلي؟ بعد ما نصلي على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، اللي حصل ان كولر حصد بطولات كثيرة. يعني خد مع النادي الاهلي بطولات كتيرة، لان النادي الاهلي هو صانع المدربين، وليس المدربين هم اللي بيصنعوا النادي الاهلي. النادي الاهلي هو اللي بيصنع المدربين. هو اللهم صل على النبي، أسطورة المدربين في النادي الأهلي جوزيه. قبل ما يجي النادي الأهلي كان إيه أخباره؟ طيب، قعد مع النادي الأهلي وبقى أسطورة في التدريب، وخد مع النادي الأهلي بطولات كتيرة، ووصل المركز الثالث في كأس العالم للأندية. طيب، بعد ما ساب النادي الأهلي إيه أخباره؟ مفيش، ما نجحش مع أي نادي، لا منتخب أنجولا ولا النادي اللي دربه في إيران. مفيش. النادي الأهلي بيصنع الأبطال، النادي الأهلي بيصنع المدربين. فكولر، وكذلك قبل ما، يعني الشيء بالشيء يذكر، موسيماني قبل ما يجي النادي الأهلي خد بطولة واحدة قارية اللي هي مع صن داونز، بطولة أفريقيا للأبطال، أبطال الدوري العام. جه مع النادي الأهلي خد بطولتين أبطال أفريقيا، وخد تالت كأس عالم، وخد بطولات كتير. طيب، ساب النادي الأهلي، عمل إيه في السعودية؟ عمل إيه في الإمارات؟ مفيش. يعني النادي الأهلي، أي مدرب يجي النادي الأهلي بياخد بطولات لا تقارن ببطولاته في أي نادي تاني خارج النادي الأهلي. فالنادي الأهلي هو صانع المدربين والكوتشات. فنرجع لكولر. فكولر الراجل وكيل اعماله هو اللي بيقول، واحنا كلنا عارفين ان هو خد حوالي 12 بطولة مع النادي الاهلي في سنتين وشهر.
في سنتين وشهر خد 12 بطولة. طب يسيب النادي الأهلي ليه؟ خاصة إن كولر ماديا مرتاح، يعني الفلوس مش تغريه. ليه؟ لأن هو ماديا مرتاح، زائد إن حاجة مهمة، إن هو مش الماديات مش فارقة معاه، هو عايز يعمل تاريخ لنفسه، سي في بتاعه في حياته بعد ما الممات إن شاء الله، كلنا هنموت طبعا. فهو عايز يعمل سي في قوي لنفسه، اما يبقى تاريخه كله قبل النادي الاهلي 4 بطولات، وبعد ما جه النادي الاهلي في سنتين وشهر ولا سنتين ياخد 12 بطولة. دي حاجة يعني حاجة كبيرة. فالعاقل، وهو عاقل طبعا، زي ما يعني حسب ما فهمت من كلام وكيل اعماله، انه التاريخ احيانا بيكون اهم من الفلوس. التاريخ هو اللي بيجيب الفلوس، تاريخ بطولاته مع النادي الاهلي هو اللي هيجيب الفلوس. ما في لعيبه كتير كانت في النادي الاهلي ومرتباتها قليله، لكن بعد ما اعتزلت شغاله دلوقتي في التحليل وفي الفضائيات، وربنا كرمها وبيجي لها. واللي بيدور على الفلوس الله يسهل له يدور، لكن النادي الاهلي ما يتسابش. العاقل لا يترك النادي الاهلي مهما كانت الاغراءات، حتى لو ايه هياخد فلوس زي الرز. لا، الدنيا مش فلوسه بس، وبعدين الفلوس هي بتيجي لوحدها بعد البطولات وبعد الشهرة، الفلوس بتيجي لوحدها. طيب، اعتقد ان احنا اتكلمنا في النقطة دي بما فيه الكفاية، ونتكلم في نقطة ثالثة واخيرة، بس بعد ما نقول ايه، نصلي على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. نتكلم عن اتحاد الكرة المنتظر. هو معلوم طبعا ومعروف ان محدش اتقدم لغاية دلوقتي غير الكابتن هاني أبو ريدة وقايمته. قايمة هاني أبو ريدة هي القايمة الوحيدة اللي اتقدمت لانتخابات اتحاد الكورة الجديد اللي هيقام الشهر القادم إن شاء الله. الانتخابات هتقام الشهر القادم إن شاء الله تقريبا. هو القايمة دي هتاخدها بالتزكية. طيب، طبعا هو الكابتن هاني أبو ريدة هيبقى الرئيس، وطبعا أشهر من نار على علم، وتاريخه يزكيه. ومش يعني أنا أبو ريدة مش محتاج حد يمدحه ويزايد عليه. هو ليه تاريخ كتير في أفريقيا، وفي وفي الفيفا، وفي مصر. ف يعني ماضيه يزكيه زي ما بنقول. طبعا معاه الأستاذ خالد الدرندلي نائب الرئيس، وطبعا راجل محترم خارج من نادي محترم النادي الأهلي، فهيفيد. وأسماء تاني غير ما يعني رجال أعمال، بعضهم معروف وبعضهم غير معروف. منهم الأستاذ محمد أبو العينين، رجل أعمال معروف. محمد طارق أبو العينين، أستاذ محمد طارق أبو العينين، رجل أعمال وابن رجل الأعمال المشهور محمد أبو العينين. فالمهم إن تقريبا قائمة المهندس هاني أبو ريدة هي إيه؟ هي اللي هتكسب. فإحنا بنقول لهم نصيحة وبنطلب منهم رجاء، لأن مطلوب منهم كتير للكرة المصرية، لإصلاح مسار الكرة المصرية. احنا مفيش بطولة للصغارين بنخشها ونكسبها، ده مش مهم برضه، لأن الأشبال مش مهم، لكن المهم إن احنا نكون على المسار الصحيح، يبقى فيه ترتيب صح للبيت، ترتيب الصحيح للبيت الداخلي، عشان ننطلق بعد كده للأهم. ايه المطلوب منهم بقى؟ اول حاجة مطلوبة من الكابتن هنا أبو ريدة
العمل لصالح الكرة المصرية. العمل لصالح الكرة المصرية. مطلوب منهم عدم المجاملات. أنا هحط عناوين بس. مطلوب منهم عدم المجاملات. مطلوب منهم المساواة والعدل. مطلوب منهم عدم إرضاء الأصدقاء والأحباب. عدم إرضاء الأصدقاء والأحباب. مطلوب منهم الشفافية. مطلوب منهم قواعد ولوائح واضحة للجميع تسري على الجميع بصرف النظر عن اللون والاسم. قواعد ولوائح لا تحتمل التأويل. الواقعة الفلانية دي ينطبق عليها البند الفلاني من اللائحة الفلانية. مفيش بقى أصل وجهة نظر، أصل مش عارف إيه. لا، القاعدة واللائحة لما تكون واضحة وصريحة ومحددة بيبقى مفيش بعدها كلام. لا اجتهاد مع النص. وربنا يوفق ويولي من يصلح. ونشوفكم على خير في لقاءات قادمة، ونقول السلام عليكم.